والصادم هنا إن الأزمة خلت ناس كتير لأول مرة تبص للمكان بعين تانية. المبنى اللي كان مجرد اسم في الزحمة بقى فجأة رمز لسؤال مرعب: إحنا بنشوف إيه من اللي شايل حياتنا فعلا؟ لأن الحياة الحديثة ما بقتش بس شوارع ومباني، بقت شبكة كاملة، ولو الشبكة اهتزت إحساس الهزة بيوصل للكل. بعدها الأمور بدأت ترجع تدريجياً. الخدمات اتحسنت، الناس بدأت تاخد نفسها، والشارع رجع يكمل يومه، كأن القاهرة عندها القدرة إنها تقوم بسرعة حتى بعد أي أزمة. لكن أثر اللي حصل ما اختفاش بسرعة، لأن الحكاية ما كانتش مجرد وقعة عابرة، دي كانت لحظة كشف، لحظة خلت الناس تشوف اللي كان مستخبي تحت روتين الحياة. كلنا كنا فاكرين إن المدينة ماشية بقوتها الظاهرة، لكن الحقيقة إن جزء كبير من قوتها كان مستخبي في أماكن محدش بيبصلها، أماكن صامتة، بعيدة عن الكاميرا وبعيدة عن الانتباه. وده هو التويست الحقيقي في القصة، مش إن حاجة حصلت وخلاص، لكن إن الحاجة دي فضحت قد إيه حياتنا متعلقة بنظام كامل، ونظام زي ده لو اتأثر الكل بيحس. وفي النهاية اللي اتعلمته القاهرة من اليوم ده كان بسيط ومخيف في نفس الوقت. أحياناً أخطر حاجة في المدينة مش الزحمة ومش الصوت ومش الحركة، أخطر حاجة هي اللي شغالة بصمت، واللي اتكشف يومها إن الصمت ده لما يختل ممكن يخلي مدينة كاملة تحس إنها وقفت للحظة، وساعتها بس بنفهم إن اللي كنا فاكرينه تفاصيل كان في الحقيقة هو الأساس.